بعد سهر وشغل خفارة 3 ليالي ونوم للظهاري الله وكيلكم، فهسه هي محتاجة قهوتها حتى تصحصح. ونشوف طلبات المتابعات، اللي وحدة رادت مرقة فاصوليا ووحدة رادت مرقة باقيلا. شوف شنو طبختنا اليوم ونرجع لكم حبايبي. مرحبا حبايب، رجعنا لكم من مطبخ هندي. اليوم الأكلة الفاصوليا حسب طلب المتابعة إيمان. الفاصوليا هاي خليت اللحم، أنا أخلي اللحم والفاصوليا بجدر الضغط. طبعا الفاصوليا بدون تنقيع، يعني هو جدر الضغط راح يغني عن التنقيع، يعني راح تستوي هي واللحم سوية. فنفس الحالة نفس الطريقة، انه انتظر الزفرة تطلع، اكف الزفرة اذبها وبعدين اغطي الجدر الضغط وانصيه على 5 درجات، يعني نص حرارة الموجودة هي بالطباخ، من ساعة الى ساعة ونص. اشوف يعني انه بين وبين من احس انه انا احسها من الريحة، اعرفها تستوي الفاصوليا من ريحتها. واللي ما عندها جدر ضغط تقدر انه تنقع الفاصوليا بالليل وتطبخها يوم ثاني بجدر عادي. ونرجع لكم بالخطوات الثانية، وهي ابسط 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 واطيب اكلة عند العراقيين. رجعنا لكم بطبخة الفاصوليا. طبعا بعد ما انسلقت الفاصوليا تصير بهذا الشكل عندي هي واللحم. ما يحتاج لي شيء، 4 ملاعق كبار مال اكل معجون طماطة. واللي يحب او يحب عصير طماطة، انا ما افضل انه عصير الطماطة وياها الفريش، لكن احب انا دائما اسويها بمعجون الطماطة فقط، وحسب الكمية. 4 ملاعق أنا لأن كميتي تستحق 4 ملاعق، وأنتو كل واحد وكميته. عندي بصلة مثرومة، وعندي سنة ثوم مشروحات شرائح، لأن أنا ما أريد نكهة الثوم تطلع بالمرقة. مرقة الفاصوليا ما تحب نكهة الثوم، ما طيب تصير، لكن أنا أخلي الثوم بهاي الطريقة ما ينطينا نكهة، وبنفس الوقت يخفف النفخة، مثل ما تعرفون إنه البقوليات تسبب نفخة. ورشة فلفل أسود وياها وملح. ضفت البصل والثوم حتى يتقلى إلى أن يذبل وشوي يتشقر. بعد ما تقلى البصل ويا الثوم وصار شوي على صفار، ضفت معجون الطماطة. أدور معجون الطماطة 5 دقائق ويا الدهن والبصل، وبنفس الوقت أسوي الكمون أو أطبخ الرز، وجاي أغليه ويا الزيت حاليا. بعد ما قليت المعجون ويا البصل راح أضيف الفاصوليا واللحم، وإضافة مي اللحم وياه بس بالتدريج. شوفون قوام المرقة شلون يصير، ما نريدها خفيفة، نريدها قوام يكون سميك. ضفت مي اللحم والفاصوليا واللحم، وضفت المي اللي أنا أريده، يعني السمك تقريبا زين، لكن هي راح تنطبخ بعد فتسمك أكثر. لا ننسى العفو رشة الفلفل الأسود، وما ننسى الملح حسب الرغبة طبعا. وعندي التمن بدأ يتخدر هنا، ونشوف بعدين الأكلة شلون راح تطلع. مرقة الفاصوليا خلصت عندنا، وهذا القوام اللي أنا أريده. بس أحذركم إنه مو تنسوها مثل مو نسيتها أنا، وإنما طلعت ووقتتها على 5 دقائق، لكن هي أو العفو 15 دقيقة. 15 دقيقة تخلوها، بس بين فترة وفترة تحركوها حتى لا تصير تلصق بالقاعية أو بالقاع مال الجدر، لأن هي ثخينة. وأيضا التمن وياه الرز خلصنا، وسويت وياه طبق سلطة فاصوليا. وهاي الفاصوليا مالتنا، وعليكم وعلينا بألف عافية إن شاء الله. واللي يطبخها وياكلها ألف عافية عليه. وكتبوا لي بالتعليقات إذا نجحت وياكم الفاصوليا، وشون الطعم مالتها، وشنو أكلة تردوها. كتبوا لي أيضا، انطوني أفكار حتى أسويها لكم. مع السلامة.